السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم كويزين ناس، وان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي هذا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم جبت لكم كيك المحلات، راح يكون خفيف بنين وراح يجي طالع كيما تاع المحلات سوا. راح نبداو ونقولوا بسم الله. هيا معايا بسم الله. هنا اول حاجه عندي الزبيب، راني نشمخ فيه بالمازهر، يعطي واحد البنه روعه، خير ما تشمخوه بالماء هكذا ونخلوه تكوتي حتى نوجدو العجينه ديالنا. هنايا في المرحله الثانيه عندي 150 غرام تاع الزبده طريه، مارغرين ولا مارغرين طريه، 150 غرام مارغرين طريه ولا زبده. زدت معاها 150 غرام تاع السكر، سكر حرش اللي نشربوا به قهوه حليب هكذا. هنا خلطتهم من مليح بالفوي برك حتى تحصلت على بوماد. زدت عليها معاها قريصه تاع الملح هكذا. هنايا عندي 4 حبات تاع بيض كاملين، 4 حبات بيض راح ندير بالحبه ونخلط، ندير بالحبه ونخلط حتى نتحصل على القوام اللي راح تشوفوه في الاخر هكذا. نعاود لكم المقادير. عندي 150 غرام مارغرين طريه ولا زبده طريه، زدت معاها 150 غرام تاع سكر، سكر يكون حرش. زدت بعد ما خلطتهم مليح زدت معاها قرصه تاع الملح و4 حبات تاع بيض. البيض ضربت حبه مرحبه هكذا. شوفوا نتحصلوا على هذا الخليط ولا على هذا القوام، شوفوا كيفاه هكذا، شوفوا كيف هذا هو القوام ديالو. هنايا عندي 250 غرام فارينه، كنت غربلتها هكذا، وراح نزيد عليها باكي تاع خميره الحلويات. هذا الباكي فيه يرفد 10 غرام، باكي كامل تاع خميره الحلويات هكذا. ومن بعد راح نخلطوها، ومن بعد راح نزيدو الزبيب تاعنا اللي كنا صفيناه من المزهر، راح يعطيلو المزهر واحد النكهه في الكيك تاعنا، يجي ما شاء الله هكذا. راح نخلطوا هذاك الزبيب كامل، شوفوا كيفاه يتغطى لنا هذاك الزبيب كامل، يتغطى مليح باش من بعد في الكيك تاعنا ما يهبطناش كامل لتحت وراح يقعد حبيبات في كل بلاصه. دوكا مع الاخر تشوفوا كيفاش الكيك تاعنا كيطاب، كيفاه الزبيب قاعد في كل بلاصه كاين، ماشي غير من تحت هكذا. راح نديروا حنايا عندنا الفارينه غير شويه برك 250 غرام، معناتها راح نديروا على 2 دفعات ولا 3 نورمال، على 2 دفعات يعني هي صعبه هكذا. ونخلطوا مليح حتى نتحصلوا على القوام اللي راح تشوفوه. هذه الكميه اللي راح نديروها. شوفوا هنايا كملت هذاك اللي قعد لي. هنا الفارينه باش نعاود نفكركم، درنا 250 غرام فارينه. دوكا المقادير راح نكتبه لكم عفوا في صندوق الوصف هكذا باش ما تتخلط لكمش كامل، ولا ديروا كابتور عليهم، يعني تجربوه ليكو للدراري، ديروه في الليل والصباح يشربوا به حليب، يعني يجي ما شاء الله، يجي بنين ويجي طالع ما تخمو ما والو. هنا بعدها بعد ما كملت الفارينه ديالي، هنا راح ندير 3 مغارف كبار تاع حليب. هنايا شويه هذه المغرفه ديالي هي كبيره بصح مبلاطيه، يعني ما ترفتش كونتيتي تاع الحليب. هنا قادره حتى ديري 2 مغارف كبار تاع حليب، وإلا كانت المغرفه تاعك مبلاطيه باسكو كاين هذوك اللي ناكلوا بهم الشوربه، شتو كيفاش يجوا شويه غامقين، ديروا اسمها هذوك 2، وإلا كانت مبلاطيه ديري 3، الماكسيموم 3 مغارف تاع حليب. هنايا بعد ما خلطتهم درتو في المول هدايا في الطول تاعو 22 سنتيمتر، والعرض ديالو 11 سنتيمتر، والارتفاع راهو 5 سنتيمتر. المهم هنا الارتفاع راح يزيد يطلع لنا يضاعف لنا. نتوما ديروا البابي كويسون هدايا، فرشوه مليح وخلوه هكذاك عالي باش كي يطلع لنا راح يطلع مع البابي كويسون، ما تخافوش كامل ما راح يسيح ما والو هكذا. هنايا بعد ما طاب شوفوا هنايا حطيته، كنت الفور سخنته من قبل ومن بعد حطيته يطيب وحوالي واحد 35 دقيقه، يعني حتى نشوفوا طلع
وخدا تحميره شابه، ومن بعد نحوه. بصح كي نحوه ما نقطعوهش، حتى لازم نحوه ونحطوه في حاجه هكذا باش ما يتندناش. وتاني نخلوه حتى يبرد مليح 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 باش نقطعوه. وهاي لك النتيجه. شوفوا الزبيب كيفاه جا ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وينال اعجابكم، وتجربوه لولادكم الصبحه تاع المسيد، على الاقل يروحوا هكذاك شاربين حليب كاش حاجه حلوه. يعني ان شاء الله نكون عطيت لكم كامل المعلومات عليه. راني قاعده نخمم واش تاني نقول لكم. يعني عطيت ان شاء الله نكون عطيت لكم كامل المعلومات والمقادير بالتفصيل، مع المول شحال الطول ديالو والعرض ديالو في صندوق الوصف. ان شاء الله تلقاوهم كامل. شوفوا النتيجه، يعني جا ما شاء الله، جا خفيف، يعني فوتوكوبي تاع المحلات كيما اللي كنا نشريه واحد الوقت هكذا من عند المحلات الخاصة الحلويات بيان سور. نشوفوا كيفاه جا ما شاء الله. هذا انايا خليته حتى برد مليح باش قسمته. شوفوا الزبيب ما في كل بلاصه تلقاو الزبيب. وهاي لك النتيجه في الاخر. واش نقول لكم، بقاو على خير.